السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا خليت بيض مال بط وان شاء الله بدنا يطلعن، بس هذا عندنا بالع سره وما قدر يطلع. طبعا انا ادري ببالع سره لان نقر قبل هذا ذب واحد نقر، بس هذا انا بديت اساعده لانه من البارحه ولحد هسه وما طلع. طبعا اكيد تعرفون البالع سره يعني المح. هسه راح ابدا طلعه لانه من البارحه منقر، بس انا خليته تنفيس على مود لا يموت. كبر التليفون يا جعفر. بس لو ما ولع سره غلط واحد يطلعه، راح يطلع بواحده. طبعا لكم يقولون ليش تقشره وما اعرف ايش، اذا ما اقشره يموت. هاي باعوا لو ما بالع سره يطلع دم، بس هذا مو دم هيك. وهنا هم للتأكد خاف يطلع ما بالع سره، هم اباوع منه انا اتأكد من يمه. دق لي جعفر هيك للجنة، دق لي بالع سره ولازق هم. معقولة؟ يعني السر مالته كله بالعه، وهذا الدم اللي شوي كله ينشف. هاي يبدأ هسه النوب يلمها، هاي الصرة مالته تلتم كلها هسه اللي شوي تلتم. بعد شلون قاعد تلتم؟ ثبت الموبايل مالتك ربع ساعة بالزايد. بس انا راح ارجع بالبطن البيضاء على مود نشب شبكة عمود ما يتجرح، بس هو راح يطلع نفسه. وهاي البيضة الثانية بدأ يفتر الداير مالت البيض، وما لازق. لا ما لازق. هاي عندنا هنا النقرة، ان شاء الله ما راح ينشف. ارايكم اياه كلش حلو يصير البط الوز. ان شاء الله يعجبكم المقطع. راح اوقف التصوير ان شاء الله ربع ساعة هيك ونرجع له. طبعا هو التصوير بعد يمكن تقريبا ساعتين. هذا اللي طلعته من البيضة. شوفوا السر مالته، يعني نهاية اللحم مالته كله راح نزل بعد جوا. هذا المسا عراوتكم اياه يعني بالتصوير اللي قبل هذا، بس انا راح ادمج الاثنين التصوير. هذا السر مالته هم بدا يلمه، يعني اللحم زايد هو السر. احنا نسميه السر مالته المح الاصفر مال البيضة. طبعا يتغذى عليه يمكن يومين، انا اعرف الدجاج يتغذى عليه يوم كامل. هذا عندنا هنا بدا ينقر جاي يطلع. هذا منقاره، وهاي رجله الاصبع مالت رجله، وبعد عندنا نقره. خل اراويكم فرق البيضة مالت الدجاجة عن البيضة مالت البطة. هاي بيضة الدجاجة تقريبا بقدها 4 5 جزء ازيد كمقياس يعني. هاي بيضة مال دجاج شعري. وان شاء الله يعجبكم المقطع، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. طبعا شوفوا كلش حلو البط، بس بعده هو ما يابس عدل. من يبس كل ما يبس يصير احلى. وان شاء الله يعجبكم المقطع. هنا شوي خضرة، انا دائما يحب الخضرة.
بعتهم جوا يمشي. بيبقى ماري شوي شوي قاعد تعلم المشي. طبعا هذا بعد مرور يومين. البحر طلع بس يمكن معوق. بحر قديم. الخلخلين بالماء. طبعا البط ما عليه شي. قرار خالد جبنا بعد شو مي. طبعا ما عندي مكان اخليهم بيه كبير. طيب اليوم تقريبا شلون تقول تخريج. يبدو المكان مفتوح أكبر.